السلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، اليوم سنتكلم حول إرسال الرسائل إلى الملوك والأمراء، ولكن أولا نعلم هذا كل الرسائل النبي صلى الله عليه وسلم لم يرسلها في يوم واحد بل في أوقات متعددة، ولكن بعد الحديبية وربما بعضهم قبل خيبر وبعضهم بعد خيبر، ولكن بدأ الإسلام ينفتح على العالم. الملوك والأمراء الموجودين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخصوصا في المنطقة قريبين منهم، النبي بدأ يرسل إليهم الرسائل ويدعوهم إلى الإسلام. اليوم سنتكلم حول رسالة أو رسالتين لما فيها من الحكم والدروس إن شاء الله. برايد عزيز أميرو بحثا مكتوب كردي شيء وزانا نامه، معناه مكتوب بكردي دبن نامه، يعني اوان رساله وان مكتوب پیغمبرش مزنه دنیا ایوی وقت راشان مگو حدیبیه بو دست کادنه دست صیفه کادی و بو ایجا وان مکتوب پیغمبر شاند امی آنا بیجنش که راشان دیه هنکی جوان بلکی یک دو بریا خیبر شاند به او ایدنه جی پشت خیبره و نفساندن یک بیک ام چماد بیجن بلکی بریا خیبره لورا دما کو جعفر خیبر دهات پیغمبر مکتوب شان و گوتو براوانا ورن و امروها فهمت که هنه کی بلکی بریا پیغمبر هر خیبر مکتوب جاب حبشه را شاند به نجاشی را گوت به وان مسلمانا بشین برا مسلمان لوی ورن او احتمال بریا خیبر لوی کی دی احتمال کمازن پرجوان پشت خیبر پیغمبر علیه الصلاه و السلام مکتوب جوان راشان امی انا بلکی رو مکتوبه کی انت حب مکتوبه ترى درس و حکمت هنه بیجن چه ادب و چه اخلاق و چه حکمت چه درس تفي كتبي مكتوبة پیغمبر ده عليه الصلاة والسلام امي بحثوان بكن لي پیغمبر مكتوبة كتشان زانبو شكرا چه بنفسينه بيا زانبو يعني وكا گندية ندفسان زانبو فلان كس باورياوي هيتنه فلان كس آگر پرسته نه آگر پرسته مثلا اوه کش نجاشي راشان نجاشي انسان که خريستيان بو مكتوبة کش نجاشي راشان نه وكا مكتوبة کش كسرا راشان اي كسرا آگر پرست بو نه دينه نه ايمانه تشتكيتنه فرق هر دی هبو يعني پیغمبر هر کی لگور زمان وان جوارا دنفسان جاوی فهم دکن کاچیه او صحابی زانا دداوان دگو نهرن لوره وانه کی پرساج وبکن جواب آمدن نکو از یکی نظام بشینم ملک چه خبر ده بجا ولا نزانم چه بجا ولا نزانم نه اوی زانا پیغمبر مکتوبه تب بوان را تشان جبانه کو ایجاب که صحته کی کار موارش خبر بدن مناقشه بکن بكردي بجن حفت وحشت بكن يعني بزن وبستين مناقشه بكن ليكن نزانك نو بيا بسلمان هره چزانه ملك جرا بلا پیغمبر ته چت که والله نزانم فرض دين ته چنه والله نزانم حرام دين ته چنه نزانم والله اما قوتي هر ذات محسانه نه لما پیغمبر مكتوب داوان انسان انا بجنش كيف كراشان كان حبره الامراء الذين ارسل اليهم النبي الرسائل هرقل عظيم الروم اولا، ثانيا كسرى ملك فارس، ثالثا نجاشي ملك حبشة، مقوقس أو مقوقس ملك مصر كان مسيحيا، حاكم دمشق منذر بن حارث، أمير البحرين منذر بن ساوى وغير ذلك أرسل إليهم ما كان أو الذين كانوا يعرفون بالأمراء والملوك أرسل إليهم النبي الرسائل ويدعوهم إلى الإسلام. اوان چند حبیق منابع آنگو پیغمبر جوان راشان هرقل مازن روم که برای پایتخت وان استانبول بو خریستیان روحلات اوی ویالی نه اوروپا اوی ویالی جراد گوتن هرقل پیغمبر جرا مکتوب کشان مازن روم آرا روما ویالی روما استانبوله کسرا مازن فارس اقوانا ناوی کن ایران جراشان مازن مصر ناوی مقوقس او مقوقس بو جرا مکتوبشان اوی حبش تدی مگو مسلمان چون جمع و در یخش مسلمان را وکر ناوی نجاشی بو نجاشی که جوان نجاشی بو مسلمان پیغمبر جراشان او چند حبه اجوام بچوکتر یعنی سلطان اجوام بچوکتر پیغمبر جوان را تف مكتوبشان انا مكتوبه كبيغمبر بتاني بخيل ان شاء الله. طبعا نقرا الرساله التي ارسلها النبي صلى الله عليه وسلم الى هرقل عظيم الروم. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ بدايه يقول بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله. ذكر عبد الله ورسوله أنهم كانوا يقولون عيسى ابن الله، فالنبي أراد أن يذكرهم عيسى ومحمد كلاهما
عبدان لله ورسولان ليس ابنا لله. هذا إشارة فيها إشارة خفيفة جدا. إلى هرقل عظيم الروم: سلام على من اتبع الهدى الذي يتبع الهدى فسلام الله عليه. أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، إذا تدخل في الإسلام فلك الأجران، أجرك بإيمانك بعيسى وإيمانك بمحمد عليهم الصلاة والسلام. فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. أريسيين مجموعة كانوا يدعون أو سائرون على التوحيد بعد موسى بعد سيدنا عيسى عليه السلام. والنبي يكتب له آية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذه رسالة أرسلها النبي إليه. نكتفي بهذا القدر من هذا الرسالة. پیغمبر عليه الصلاة والسلام مكتوبة كي أبا كسرار أبا هرقل مازن روم دست پیکا مکتوب پیغمبر گو بسم الله الرحمن الرحیم، بناوی او خدای دلوان و مهریبان، کردی دلوان و مهریبان رحمان و رحیمه. جو محمد عبد و رسول خدای، عبد خدای هم رسول خدای. پیغمبر دوی مکتوب دا گو عبد و رسول خدای هر دیج گو. سبب پیغمبر زانای حاشا پیغمبر زانش کرا چه نفسینه تف شفرانه یعنی. لورا اویا خریستیان بو، خریستیان دگو عیسی کره خدایه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام گو محمد او جوکا عیسی عبد خدای و پیغمبر خدای، کره خدای نه ها. اویا اشارت کوساک نه کره خدای. لوما نگو مثلا کار بگو تا محمد پیغمبر خدای بتن، نگو تا عبد نه گوس قازم براتشی فهم بکی از عیسی مردج عبد خدای نه املای خدای نه. داوی پیغمبر جرا گو محمد عبد خدای و پیغمبر خدای ببال هرقل مازن روم. سلام خدای سروان کسی کاتنه رای حق نابل سر تبه السر ابي کاتی سر رای حق سلام خدای سر به. داوی پیغمبر بجه بکه و اسلام ته سلامتی ببی، تو بکه ته سلامتی ببی، تو بکه وی که خدای دجاره خیرت دته. خیرات بر مسیحی بود امام حضرت عیسی نه، خیرات حضرت محمد بینی صلی الله علیه و سلم. و اگر تگونا گناه او ملت یعنی دوستی تدایه ها، گناه وی ملت دوتنه گناه وان دوستی تدایه تلهم وان درته. داوی پیغمبر آیتا پیروست خوینه خدا عز و جل بيجا جوان را بيجا يا أهل الكتاب ورن أم واسر نقطة كي بمن يك أم عبادات خدا بتاني رابكن أو خدا را شريكة چنكن أم يتشتهاني بكن وده حاصل جامعة قوت النا. اب مكتوب عنه پیغمبر عليه الصلاة والسلام شان مكتوب گیش دست والیه وانه کل شامینه دوی وقت داجی هرقل هاتبو شامه که هر قدسه مكتوب الوی کد دست وان. اما انا مكتوب عنه جوارا بخيرن كو انكي انسان باحمقنا بالمازن انسان جانات بالمازن عقلي وان هي مستشار فعمات تشتاد كن. اما انا فهمكم كابيا شيء راستي انسان كي بعقل بنا احمق بو يعني. طبعا الرسالة أرسلها النبي لم يذهب الرسالة إلى اسطنبول ولكن إلى الشام. من هناك هرقل كان في زيارة إلى بيت المقدس أوصلوا إليه الرسالة فهو بعث قال اذهبوا وتفتشوا عن العرب الذين هم من قوم محاذ الرجل الذي يدعي بأنه رسول. فذهبوا والتقوا بأبا سفيان ومجموعة من القريشيين فأخذوهم إلى ملك والملك يتكلم معهم. سنقرأ بعد قليل كلام الملك معهم. كان ملكا عاقلا يعرف ماذا يقول ماذا يسأل. فنقرأ كلمة كلمة إن شاء الله من كلامه وفيها دروس كبيرة. مكتوب شو شامق دست واليوي سلطان جهاتوك هر قدسي مكتوب كدست سلطان. سلطان بني إنسان عاقل حفتاتيك أم نمرنا ببحثا مكتوبة فارس بكن. أبي فارس بأحمقي شكر أبيا شواكر أبيا تربیه کاویه دینی هبو ایمانای بخوده هبو چقدر کیمانی کتبه که زانمود گو خده کی هه یعنی اوی انسان یعنی در حال مکتوب نقلاش نگوف کینه و به ادب نه چنا الله الله گوچه تماشا کن اف ملت اف شخص کتبه اس پیغمبرم قومی بی کل وان دره هنج مرا بینن چون وی دمه ابو سفیان و هنک تاجرا چون تجارت الشامه و کی جمکه ولا اف ام اف پیغمبر آنه جوه اولا جای که واش مدرکته نخواست بجن پیغمبر جوش دلوان نه یعنی کی نزیکی وی ابو سفیان گو ان نزیکی وی اسم ایگو تو سه چار حبابال خوارن وان برن حضور سلطان چکر
سلطان گو ان اوه نزیکیه ابو سفیان گو ازم گو وره پیش یعنی نزیک ایدنی اقربای دور بن ابو سفیان ای نزیکی بو گو بنی از سوال اشتا بکم جماعت را گو اگر که بیا دروا کرش پارا سر اخجمه را اشارت کن که بیا دروات که ابو سفیان دبی والله متخواست از دروا بکم فقط جبر که از رزیل نبم ایل دومن اثر اقبلق نبجه دروات که گوتن دروا که از رزیل دبم بره درو تشتكي عيبو يعني جبونك از رازيل نبم والله تشجم سؤال كرم التواج راس خبر ده ومن ادخل از بيجم جي لم توا جوابي تبجي راستا امي انا بيجن كافي سلطان تشجي سؤال كرم طبعا الملك ماذا يسأله سنقول هذه الكلمات شيئا فشيئا اولا يقول كيف نسبه فيكم له اصل لا يوجد له اصل ابن الكرماء ابن مش الكرماء يقول هو فينا ذو نسب يعني نسب محترم جدا يعني خلاص هل قال هذا القول منكم أحد قبله هل هناك من ادعى بأنه نبي قال لا والله هذا أول واحد يطلع منا يقول هذا فهل كان من آباه ملك يقول لا الآباء لم يكونوا ملوكا حتى يقول يدعي ملك أبيه فهو يقول أنا النبي يقول خلاص قال هل أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم يقول الذي دخلوا في الإسلام كلهم أغنياء والكبار أم ضعفاء والفقراء يقول ضعفاء في العموم الضعفاء ليسوا الأقوياء والأغنياء وهكذا أيزيدون أم ينقصون عددهم يكون كثيرا أم قليلا فهو يقول بل يزيدون هل يرتد أحد منهم يقول لا أحد الذي يدخل في الإسلام لا يخرج منه هل يغدر الخيانة يقول لا يوجد عنده خيانة يقول ولكن عندنا بيننا وبينه عهد لا ندري ماذا سيفعل وأبو سفيان يقول هذا من كراهية قلت هذه الكلمة وأنا أعرف محمد لا يخضعون ولكن من كراهية قلت هذه الكلمة ماذا سيفعل لا ندري هل قاتلتموه يقول نعم مرة نحن نجحنا ومرة هو ينجح إلى هنا الآن نكتفي حتى أترجم أبو سفيان دتشالوه سلطان دبيجا جاور اولا دبي انسانك نسبه نسب زانه چنه اصل و فصل یکی چواه دبي والله نسبه نسبه پاک يعني انسانك به اصل نه تمام جبیر وانه کن خدا پیغمبر اج اصل زادات شینه انسان به اصل خدا اینا که پیغمبر اوی کو نت ظلامن يعني اصل وان هر پاک يعني اصل تمیزن اصل زادنه يعني دبي تمام دبي قد برياوي كسكي قوتو اس پیغمبرم باجار وداد بنا ولا كسكي نقوتو اس يا عولد اس پیغمبرم دبي تمام بابي وي كسكي سلطان و پادشاه بو دبنا ولا بابي تنبو بيات سوال که جواب اجا ده جواب پاشه بده دبي زنگين يا جي مازن لدويت چن يا انسان نورمال و فقير دبي ولا نورمال و فقير لدويت چن دبي تمام دبي جمارا وان زيده دبي يا جمارا وان كم دبي ولا جمارا وان زيده دبي يعني رو زيده دبي تكس كي جوانش ديني ودرتي آن درناي كو بيجا چه دين كي خرابه ولا سپوش مامود بنا ولا کس كي جوي دينه درناي كي دا مسلمان اسلام درناي دبي بريا ويا قد وجرا قدر مروات كر دبنا ولا بري قدر وانا كربو ابدا بري دري ويا تنبو تمام وقشر دكن بيراد بي والله مشارت كن جارنا او بسرت كف جارنا او بسرت كف دبي تمام دبي خيانتي وي هيتنا ولا دبي خيانتي نكريه لدبي انا موي مصلحه كي كريه ابو سفيان دبي برياك از عاجز بو استفجر راس خبر دم تشتي قاعد تفجر تشتي باشن دبي برياك از عاجز بو مجبور في جو دبي مگو والله انا مشر داي سكناندن لي امن زان اك خيانتي بكنا كمين زان دبي ابياج نيرتي اخويا زيدان فيا جو ازانم خيانتي ناك برياك قحرب انا خاص راس خبر دم مجبور في كلمه دبي دركت دبي تمام أمي أنا تصدقون بكم طبعا يقول ماذا يأمركم طيب كل هؤلاء أمور ظاهرة أمور الدعوة ماذا يقول اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا اتركوا ما يفعل آباؤكم يأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف وصلة الرحم الله أمور عظيمة جدا دبي جوارة تشد بيجا فان تشتا ما فهم كربانا تشتا ظاهرين روتيني تشتا دعوة ويتش چه خبر ده جوارة دبیش مراد بیش خدا کی یک ابتنجه خدا را عبادت بکن خدا را شریک مریکا چه نکن اره و دبیش ریا دیو باب خدا نچن بابو کاله بد تی پوت پرست بون ریا واندا نچن لمیش بکن صدقه بدن
شرف عفاف عفتته يعني زنا وبناموس نبن صلاحي رحمش أقربائي خورا باش بن تشتي زيرين اللب كرديد بيكا زيرن يعني الله الله إجا كان ام تماشاكن اف ملك يعني اناليز اوي شويه يعني جانا مش خازان كني كي بنا مازنه دنيا احمق كاس كي احمقين ما مازن يعني تفزانبون شيور خانداد او كيوان هنا شيورمان مستشار وان هنا يعني. طيب الان نشوف تحليل السلطان او هرقل كيف يحلل. فهو يقول لو سألتك عن نسبي فقلت ذو نسب وكذلك الرسل تبعث نسبها في قومها أي صاحب نسب عالي. هذا أولا. يقول قلت هل أحد ادعى فقلت لا. خلاص يقول هذا الكلام لو قال أحد قبله لقلنا هذا يقلد غيره ذهب هذا. لو قلت أنا سألتك هل أبوه ملك قلت لا. لو كان والده أو جده ملكا لقلنا يدعي ملك جده. خلاص ليس جد ملك الجد. فهل تتهمونه بالكذب قلتم لا. فهو يقول الذي لا يكذب على الناس كيف يكذب على الله. شوف كيف يحلل تحليل عقلي. فسألتك هل عددهم يزداد أم ينقص فأنت قلت عددهم يزداد كذلك الإيمان يبدأ قليلا إلى أن يزيد. سألتك هل خرج منه أحد فقلت لا. يقول الإيمان هكذا حينما يدخل في القلب ويتمكن لا يترك صاحبه مرة أخرى. الإيمان هكذا يتغلغل. هل تبعه أشراف الناس أم الضعفاء قلت الضعفاء كذلك أتباع الأنبياء الضعفاء. الغني يقول لا حاجة لي فهو هكذا. وفي الأخير قلت هل يغدر أم لا قلت لا الأنبياء لا يغدرون اعلم هذا. إلى هنا تحليل جيد جدا. وبعد ذلك سنقول ماذا قال كان أمنيته. دية تماشاكن أف سلطان أناليست كأناليز ملات أحمق ننا فهم بكن دبي مشترى جو أصلي وشوات جو أصلي باكه إيش خون بيخمبر خون إنسان أصل زادنه أبياك دبي مشترى جو بابو كالي سلطان بون تقول نا كو بابو كالي سلطان بونا ما يبوتا والله جبوني سلطان كالي خو كال مجادلة كجبوني أوجي بخلي سلطانك دمك بابو كالي سلطان نبوني أوجي شو يعني ونكار بيجن أبيات خوازة ببا سلطان بابي نه سلطان بابي جي فقير كي وكا وبيه ددو دبي مجوارا گو ویا دروات که ناکه و گوتی نه والله دروا ناکه بنه چه تشتکی با عقل دبی او انسانه که دروا الملت نکه چوات کاره دروا الخده بکه کیف عما بی تشتیانید که چقدر تشتکی خوش اوی که دروا انسانه نکه چوات کاره الخده بکه یعنی عقله بیا قبول که او خده او خمازنه اشتفدی بکه نکه لخده های های افترا ناکه دبی تمام دبی مشترا گو جمارا وان زیده دبی کمت بتا گو زیده دبی اشخون دعوا پیغمبر جوا یک زیده دبی یعنی ها جمارا وان سایه وان جمار کرده بجمرت بجن جمار اوه معنوی سایه وان جمارا وان زیده دبی زیده دبن اشخون پیغمبری جی دین جی وها یک بیک زیده دبی دبی مشترا گو زنگین دوکتنه ملت نورمال تا گو نورمال اشخون پیگرتی یعنی اتباع یعنی اوه کتین ایمان جی عولي فقير ملتنا ايه زنگين بي احتياجا مشتتنا بري منه نه احتياجا مشته نش خوده هي زنگين وصاكون براني هاد بيچن بري منه و خوده دائمنو فقير شعبي عدالتك يا عدالتك يتخوازه يعني الظلم اللي تيكرن تشتي كرني عدالت يتخوازه دبي مشترى گوش اوه کو بكه ديني وي جار كادش في دين درتي ان درناي تگو درنا كبه بنچ خاطشتكي خوش دبي دبي ایمان دما کو بكه قلب اوه دا کوکاخ درشت که تکه وکا خینه دا بلاد به جارا قدیجه در ناکوش خونی ایبیا نورماله یعنی ایوه گوتی ام روکی ام قازانشت کن روکی او ایش خون شر دنیا وای روکی تیم سر کبی روکی ایب سر تکبه حتی برا چقدر تحلیلک و جوابک خوش دیجا مکاتا ما شکن انا حتی بی تشتید بجد بی تشتید مشترک بود بجد چه لمیش کن اواقینوت کن ايش خون دعوة پیغمبرش اوه پیغمبر به عبادت بکن لمیش کنش خواده را شریکا چه نکن اوه یعنی اوانه تف تشتی کتو دبیجی اون یعنی ولكن تماشا كام دبيج اجا تخمين اوي چيه فهو الذي يتصور المستقبل الاسلامي يقول فان كان كما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هذين هو الان في القدس يعني حينما يقول اذ كنت صادقا فيما تقول
فالمستقبل له، سيأخذ المكان الذي الآن أنا أتكلم معك، سيأخذ هذا المكان. وحتى له كلام يقول: يا ليتني بإمكاني أن أصل إليه وأغسل رجله، أغسل رجل هذا النبي، ولكن يرى بأن أصحابه يعترضون، فيقول: خلاص أنا أحببت أن أختبر إيمانكم، أنا معكم أفكر. ولكن هو كان يرى المستقبل للإسلام. أبي سلطان إجا چگو تماشا من إنسان بعقل فهمت شد كن گو هاوي جا أبو سفيان أقول والله أبو سفيان طب نزل نبي أبو سفيان أقول تشتي كنت بيجي راست به گو والله جيك از أنا رونشتي مال فرای جي بني بيمن ولا فرايش كبا دستيوي لما قدسية ها سلطان شا قدسي لبي خبر ده گو يعني تشتي كنت بيجي راست به عيني أبي جي أنيش كبا دستيوي ولا حتى برا يو وقت پیغمبر جنا چه مکیجی ها مکیج دست مسلمان آداتنه گو ایوی چون انگی میشه بگره یک گو خزیب امکان مبونه از بگیشتم من اول پی بکره نگی بشوشتا تماشا کن من نگی بشوشتا وقت ایوی تشتید بیجه اوی دورا یو ترچ حیوانات به عاد شواد بیجی ازانه سلطانه تشکی خبر دی بکشنجی لورا اینکه انسان کوری کورنه بدین خود کرن دين وانا سلطان تماشات كوانا احمق فعمنا قد بنانا من امتحانا وكرم امتحانا وكرم نانا اي سرديني بابا يعني ابيا خبردانا كو ابي سلطان يعني شبيرات شي نيجا تشتكي ديت ابو سفيان وقت جوي درته چاوي صورت بنت قحره عاجز به حتى وي وقت يجي ابو سفيان ده بيجام من تقو محمد نابا پیغمبر لید به والله وي وقت فهم كرك واي به پیغمبر وي وقت ده دل مجمرا گواي علامت پیغمبری و سلطان آنیش به پیغمبره و دل خودت به الله الله اف محمد که ابقام پیران نیاردید کن وای سلطان روماجی وای دیجه ترسا حسابی وید که افانیش تفش حسابی وید کن پرزورا مع ابو سفیان چه دبی سلطان بنی اصفر جراد بجن اصفر روما را دگوتن زری یعنی والله والله دبی بانا افیاجی وای حسابی وید که و که بجه نه نورمال دمکی مازن و او خود بجه دبی داوی خدا ایمان کرنسی به من از بو مسلمان ویاج مکتوب پیغمبر جراشان او مکتوب خوشی که ابو سفیان چوله خدا و ها کربو سبب ابو سفیان به نفس خورا مجادله بکه حتی داوی به مسلمان ایرو حتی برا باسا لی اف سلطان نبو مسلمان ها نبو مسلمان بلکه زکی خدا بیا مسلمان زمان خود نبو مسلمان حتی بیرو باسا ان شاء الله. إلى هنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. ولكن هذا الملك لم يدخل في الإسلام وفي عهده أزال الله ملكه من الشام وما حولها ودخل الإسلام في مملكته وهو الذي قال للشام ذهابا بلا عودة أخرج منك ولا نعود إليك. فالظاهر هو لم يدخل في الإسلام ولكن لا أدري في الحقيقة بعد ذلك دخل أو لم يدخل لا ندري. إلى أن نلتقي في الجمعة القادمة ابقوا في حفظ الله ورعايته إن شاء الله.